والخطيب يخطب حول موضوع فلا تظلموا فيهن أنفسكم، جال بخاطري الحادث اللي حصل معي أمس الليل، وإحنا داخلين محل من المحلات. دخل واحد ومعه ابنته الصغيرة حاجف لها في حضنه جزاها الله خير، إلا والدخان ينفخه نفخ يا جماعة الخير لا وجه بنته، لا وجه بنته. فأنا جيت لا عنده أسألك بالله، قلت له هكذا أسألك بالله اترك التدخين هذا، بطله يا أخي، ابعده من بنتك، إذا ما بات ارحم نفسك ارحم بنتك. قال تمام تمام، وهو يضحك. شوية رحت هكذا رجع ومكانه، جيت لا عنده جري مرة ثانية، قلت أسألك بالله ابعده، واخذته من يده، والله أخذته من يده هكذا ورجمته. هو افتجح كذا وابتسم قال عفوا عفوا. قلت يا أخي ارحم بنتك، بنتك ما فيها سخاء والله. يا أحباب الكرام، إذا أنت يا أخي مش خايف على نفسك، خاف على أهلك على عيالك. يا أخي أنت بتضر نفسك، مش خايف أنت بتضر غيرك. يا أخي الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وأنت بتقتل نفسك أو بتقتل غيرك، بتقتل بنتك، بتقتل ولدك، بتقتل أهلك. الله عز وجل يقول يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنت تلقي بنفسك إلى التهلكة أو تلقي بعيالك. فلنتق الله عز وجل ونترك هذا. والله إنه سم قاتل بطيء، والله إذا حزت في نفسي وخفت على البنية هذيك الصغيرة، والله ما فيها سخاء. أسألكم بالله أبهل أنفسكم وابهل جهالكم من هذا السم، نعوذ بالله ونسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم.